شايفين صينية الكيكة دي معمولة ببيضتين بس وبمية مغلية. يعني لو عندك مكوناتها اللي هقولك عليها دلوقتي قومي اعمليها على طول وفرحي بيها عيالك، سهلة وبسيطة جدا. وزي ما انتوا شايفين مرتفعة وهشة وما شاء الله عليها. وزي ما قلتلك هما البيضتين والمية المغلية. يلا بينا نبدأ وصفتنا بصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسوش الصلاة على النبي في الكومنتات. وما تنسوش لو انتوا بتشوفوني لأول مرة الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا بقى نبدأ وصفتنا. الأول جبت بلاستيكة أو بولة، حطيت فيها بيضتين، وحطيت على البيضتين رشة فانيليا سايلة، والفانيليا السايلة بتدي نتيجة أحسن، لو ما عندكيش ممكن بودر. وهنا جربت أشغل المضرب الكهرباء بتاعي ما لقيتوش بيشتغل، فرجعته تاني وقلت هعمل معاكم الكيكة كلها بالمضرب اليدوي عادي. وحطيت على البيضتين بعد ما ضربتهم كوباية وربع من السكر، والسكر نسبي ممكن تقللي أو تزودي فيه براحتك. وضربت لحد ما بقى معايا القوام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده نزلت عليهم بكوباية إلا ربع من الزيت، وقلبت برضو كويس جدا لحد الزيت بتاعي ما اختفى. وبعد كده نزلت عليهم بكوباية وربع من اللبن، وممكن كوباية من اللبن، معاكي من كوباية لكوباية وربع. وقلبت كويس جدا، يعني قصدي لو موجودة عندك كوباية من اللبن برضو عادي، ما توقفيش يعني على الربع كوباية، لا عادي جدا. وبعد كده قلبت كويس جدا، وبعد كده قمت حاطة معلقة كبيرة من الخل وقلبت. وهحط المكونات السائلة بتاعتي على جنب. وهحضر بقى معاكم المواد الجافة: 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقتين كبار هرميين كده من الكاكاو، وهنزل عليهم باكو بيكنج باودر، وعليهم النقطة بقى المهمة أو المعلقة المهمة، معلقة صغيرة ممسوحة من الكربوناتو أو البيكنج صودا. هنخل كل ده كويس جدا، وطبعا لازم انخله لأن الكاكاو بيبقى مليان تكتلات. هقوم فاركة التكتلات دي برضو ونخليها، وبعد كده هقلب كل المواد الجافة مع بعض كويس جدا. وهجيب بقى المواد السائلة بتاعتي، هحط عليها المواد الجافة اللي احنا حضرناها سوا. هقلب الكيكة كويس جدا زي ما انتوا شايفين لحد ما يبقى القوام معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. القوام بتاعها تقيل، مش افضل قوام. وهنا بقى هيجي دور المية السخنة. جبت كوباية من المية السخنة، كوباية الا ربع بالظبط من المية السخنة. لازم تكون مية كمان مغلية، مش سخنة وبس، لأ تكون مية مغلية. طب المية المغلية دي يعني حد هيسألني، المية المغلية دي مش هتبوظ الكيكة، مش هتسوي البيض، الكلام ده كله؟ هقولك لأ خالص. المية المغلية هتفعل الكربونات والبيكنج باودر اللي احنا حاطينه والكلام ده كله، فهيدي كمان ارتفاع وهشاشة اكتر للكيكة. بعد كده جبت القالب بتاعي، قمت دهنة زيت، وقمت حاطة بقى الخليط بتاع الكيكة بتاعي. مسحت كده البولة كلها، ما سبتش اي حاجة، وخبطت البايركس بتاعي كده خبطتين عشان يطلع اي فراغات او اي هوا جواه. وبعد كده حطيته في الفرن في الشبكة اللي في النص على درجة حرارة 180. وطبعا كنت مشغلة الفرن قبل ما اشتغل يعني في الكيكة، واول ما اشتغلت في الكيكة علشان يحقق درجة الحرارة بتاعته. وبعد كده طلعت البايركس بتاعي، وطبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اختبرته بالعصاية بتاعة الشيش طاووق، حطيتها في النص. اهم حاجة لما تختبروا الكيكة بتاعتكم تحطوا العصاية في النص مش من على الأطراف. طلعت نضيفة يبقى كده استوت. طلعت فيها سنة مثلا من الكيك أو سنة من عجينة الكيك، تسيبيها دقيقة دقيقتين كمان. وبس قمت مطلعاها بقى، قمت واخدة الخشبة بتاعة الشيش طاووق، قمت مخرمة بيها كله، وبعد كده مسقياها باللبن. مسقياها ممكن بربع كوباية من اللبن. وبعد كده حطيت صوص الشوكولاتة ده عليه. صوص الشوكولاتة انا ان شاء الله هبقى انزل لكم فيديو ليه، او هكتبه لكم في وصف الفيديو تحت ان شاء الله. اللي عايز صوص الشوكولاتة هكتبه له في وصف الفيديو، كل المقادير بتاعة الكيكة هكتبها في وصف الفيديو برضه. وبعد كده حطيت عليها بقى شوية اللي هو شوكليت شيبس، لا هو ده مش شوكليت شيبس، اسمه راح من دماغي ماشي. حطيت عليها كده من فوق البتاع ده. وبعد كده قطعتها، وبألف هنا وشفا. بصوا بقى الجمال، انا دلوقتي هطلعها معاكم هتشوفوها هشة ومرتفعة، يعني ما شاء الله عليها. ممكن تزوقيها زي ما تحبي، وممكن ما تزوقيهاش، ممكن تحط لها صوص شوكولاتة وتكتفي بكده برضه. بصوا بقى الجمال، انتوا شايفين هي هشة ازاي ما شاء الله. لا بجد الكيكة كانت طعمها كان تحفة. يعني جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي الكومنت بتاعكم الحلو. ولو بتشوفوني لأول مرة زي ما قلت لكم، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وهمتكم بقى معايا عشان نكبر القناة مع بعض. بصوا بقى الجمال، وبألف هنا وشفا.
مع السلامة.